في فيديو النهاردة هنعمل أحلى سينابون بطريقتي السهلة ومن غير ما نلف كتير. هتعرفي سر الطراوة وازاي نعمل الصوص اللي بيخلي السينابون هش ودايب في البق، حرفيا هتدمنوا لو جربتوه. أول حاجة هنحضرها مع بعض طريقة العجينة بتاعة السينابون. وهجيب معايا بولة كبيرة وهحط فيها كوباية لبن. كوباية اللبن بتكون دافية، وباكو خميرة فورية النوع اللي انتوا شايفينه ده مقداره 10 جرام. لو عندك الباكيتات الكبيرة هتاخدي 10 جرام بمقدار معلقة كبيرة. وعندك 3 معالق سكر، وهنحط كمان ذرة ملح وباكو فانيليا. هنضيف عليهم كمان، هقلبهم كويس جدا بالمضرب بتاعي او بشوكة، مفيش اسهل من كده. وبعد كده هنزل معايا ببيضة، مش هنزل بالبيضة كاملة، هنزل ببياض البيضة. والسر هنا بياض البيضة حرفيا بتخلي العجينة طراوة رهيبة ملهاش حل. ما تحطيش البيضة كاملة وجربيها بالطريقة دي، وحط بياض البيضة وانت هتشوف الفرق. وهحط كمان ربع كوباية زيت، وهنزل بالدقيق بتاعي حوالي 4 كوبايات ونص دقيق. انا الاول نزلت ب4 كوبايات، ولو احتاجت هحط كمان. لو لقيت الدقيق بتاعك شرب السوائل ومحتاج سوائل يبقى هتضيفي لبن، وهو اللي هتكملي عجن بيه. انا ضفت ربع كوباية زيت. هنا هجيب معايا معلقتين زبدة بدرجة حرارة المطبخ عندي، وباخدهم وببدأ اعجن في العجينة. هتلاقي العجينة فتولت معاكي وبقت متقطعة عادي. كملي عجن عادي جدا لحد ما تلم معاكي العجينة، وكمان الزبدة بتاعتك هتختفي، وهتبقى العجينة ناعمة جدا وملساء بشكل رهيب. عجينة فعلا قطنية زي ما انت شايفة كده بالظبط. بعد كده هسيبها، هتاخد حوالي ربع ساعة نص ساعة بالكتير. هغطيها واسيبها على جنب لحد ما العجينة معايا تخمر. في الوقت اللي انا سايبه فيها العجينه تخمر، هبدا اجهز معايا كل اللي انا هستخدمه الصوصات بتاعت السينابون. انا هعمل الكراميل عندي في البيت. جبت كوبايه سكر وهحطها عندي في كازارولا. ما بلمس السكر نهائي، وبسيبه على نار هاديه جدا. اول ما يبدا من الحواف يبدا يسيح، ابدا اقلب الكازارولا من غير ما احط فيها ولا معلقه ولا اي حاجه تماما، لحد ما السكر عندي يدوب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزل عندي بمعلقه زبده، وهنزل عندي بكوبايه الا ربع لبن. انا عندي علبة لبن مبخر، انا رحت نزلت بيه. لو انت ما عندكيش اللبن المبخر، انا هي عشان كانت موجودة عندي فاستخدمتها. لو مش عندك يبقى هتنزلي بالمقدار بكوباية الا ربع لبن حليب طبيعي عادي خالص، او لبن معلب، او لبن بودرة تكوني مدوباه كويس في المية. بس تخلي بالك ان اللبن البودرة هيعمل بعض التخريزات. بعد كده خلاص بياخد غلوتين، ما بطولش عليه في النار عشان ما يتقلش عندي الصوص بتاع الكراميل. وهبدأ بالمضرب اديله ضربتين عشان لو في اي تكتلات وينعم الخليط معايا. لو عندك هاند بلندر ممكن تديله ضربتين بعد ما تنزليه من على النار، بيخليه ناعم جدا. وكده صوص الكراميل اللي جاهز عندي، وانا صفيته عشان برضو احتياطي لو في اي تكتلات فيه يبقى خلاص، يبقى عندي صوص الكراميل بيكون صافي. هنا هجهز عندي خليط الجبنة. عندي علبة لبن مكثف حليب مكثف حوالي 256 جرام، نزلت بيهم عندي في الكبة، وعليهم 6 مكعبات جبنة كريمية او جبنة مثلثات، النوع اللي انت تحبيه حطيه. بس خلاص على كده وبقى عندي صوص الجبنة جاهز. لو انت ما عندكيش حليب مكثف محلى جاهز، يبقى بتاخدي مقدار اللبن البودرة كوباية، عليها نص كوباية سكر، وعليها ربع كوباية مية مغلية، وتضربيهم عندك في الخلاط. وكده انت جهزتي الحليب المكثف المحلى عندك في البيت. هحضر خليط القرفة بقى. خدت 5 معالق سكر، وعليهم معلقة كاكاو، وعليهم معلقة قرفة كبيرة، وبقلبهم كويس. العجينة هنا عندي خمرت، وهبدأ ان انا اشتغل فيها. وحضرت عندي المفرش السيليكون اللي هفرد عليه العجينة. وهبدأ ان انا انزل عندي العجينة كاملة. طبعا احنا قلنا ده مقدار من 4 ل4.5 دقيق. لو عايزة تضعفي الكمية ضعفيها، المهم ان انا هفرش الكمية دي. اديت كمية دقيق كويسة، وبعد كده هفرشها بمقدار 30 بمقاس 30 في 40. يعني السمك بتاعه بيكون اقل من نص سنتي. هكون عندي حوالي 100 جرام زبدة، هكون انا سايباها في المطبخ عندي. هتلاقيها الزبدة كريمية عشان تبقى سهلة الفرد. ما بفردها كاملة حوالي 100 جرام زبدة. لو اخدت معاك اقل مش مشكلة، على حسب المقاس الفرد بتاعك. وبفرد على كامل العجينة، مش بسيب ولا حتة فيها ما فيهاش زبدة. بعد كده هجيب معايا الخليط بتاع السكر والقرفة. انا حاطه مقدار القرفه زي مقدار الكاكاو، عشان القرفة ما يبقاش المعدل بتاعها عالي، عشان عندي مش بيحب القرفة كتير. بس اديت رشة القرفة، وخلاص غطيت طبقة الزبدة كاملة بطبقة القرفة والسكر.
وبعد كده هبدأ معايا اقطعها. هاخد مقاس موحد، المقاس اللي انت عايزاه هو المقاس ده، انا عملته حوالي 4 سنتي. بس فعلا القطعة طلعت كبيرة، انت ممكن تصغريها عن كده زي ما انت عايزة. المقدار ده طلع حوالي 7 قطع كبار وقطعة صغيرة. وهبدأ ان انا الف رول زي ما انت شايفة كده بالظبط. هحضر عندي الصينية او الصاج اللي انا هخبز فيه، بيكون عندي مدهون، بكون مدياله دهنة خفيفة. وبعد كده باخد كل قطعة وارصها عندي في الصينية، وبديها ضغطة خفيفة بس عشان القطعة عندي عالية، بديها ضغطة خفيفة. والحجم ده هيطلع الحجم كبير وحلو جدا. ولو انت عايزة تصغريه هطلع معاكي عدد اكتر من كده طبعا. طلعوا معايا حوالي 7 قطع كبار وقطعة صغيرة. حتى القطع الصغيرة اللي في الاخر دي انا مسبتهاش، مفيش اي حاجة بتترمي معاكي ولا بتسيبيها. بعد كده هروح اغطيهم عندي بفوطة واسيبهم يخمروا عندي، مش هياخدوا ربع ساعة بالكتير وهتلاقيهم خمروا. بعد ما خمروا معايا هيطلعوا عندي بالشكل الجميل التحفة ده. بعد ما اختمروا، وبعد كده هدي الوش بتاع السينابون هدهنه عندي باللبن الحليب. هدهن كل الكمية عندي، كل القطع هبدأ ان انا ادهنها باللبن. وبكون في اثناء من اول ما انا سبتهم يبداوا التخمير كنت مشغله الفرن، بتاخد حوالي مش اقل من ربع ساعه عشان تسخن وتوصل لدرجه الحراره بتاعتها. وهدخلهم الفرن على درجه حراره 170 من تحت، واول ما يبدا يتشمعوا من تحت وياخدوا لون حلو ببدا ان انا اشغل الشوايه بسيط خالص عليهم، هيطلعوا بالشكل التحفه ده. هنزل عليهم بعد ما تهدى عندي، طبعا مش وهم سخنين، بسيبها تهدى خالص. وبعد كده بنزل بصوص الحليب بالجبنه. وبعد كده هدي معايا صوص الكراميل. وعندي عين جمل كل قطعة، وزيني بقى بالقطعة اللي انت عايزاها. انا سايبة طبعا قطعتين انا عشان عندي بيحب السينابون من غير صوص. شايفين بسم الله ما شاء الله قطعة السينابون ولا البراند تحفة، حرفيا تحفة. لو جربتوها فعلا هتدمنوها، هشة جدا طرية جدا لحد تاني يوم. وممكن السينابون ما تدوش اي صوصات وتشيليه عندك جاهز في الفريزر، وكمان تطلعيه تسخنيه عندك في الميكروويف وتديله الصوص بتاعك، هيبقى عندك طازة كأنك لسه خبزاه ويقلب ريحة البيت كمان. هشاشة فظيعة وطراوة رهيبة والطعم جميل.